يا مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. النهارده في مطبخ فاطمه هنعمل الحواوشي الجميل بتاعنا بمقادير سهله جدا وطريقه سريعه جدا. عندنا المقادير بتاعتنا بصل وفلفل، وقبل ما اقول لكم المقادير اللي حوالين الطبق الاساسي بتاعنا، طبعا عندنا اللحمه المفرومه بتاعتنا. انا عامله كيلو ونص لحمه، بقول لكم المعيار عشان تعرفوا تعايروا بعد كده باقي الحاجه عليه ازاي. انا عامله كيلو ونص لحمه مفرومه، تمام، صفيتها كويس طبعا، وحاطه عليها حوالي 10 بصلات كويسين، و4 فلفلات كبار فلفل رومي لو في ناس بتحب تحط فلفل الوان، وعندي ربع كيلو ليا مبشور، وشويه الحبشتكنات بتاعتي، البهارات بقى، الملح والثوم البودره والبصل البودره والفلفل الاسود وبهارات الحواوشي. لو ما عندكيش بهارات حواوشي بتعامل واحط بهارات لحمه عادي جدا. وعندي بقى حته كده التاتش بتاعنا، دي جبنه رومي مقطعه حتت صغيره مبشوره، او لو عندي جبنه موتزاريلا او شيدر او كده، وهنشوف هنعمل بيها ايه. يلا بينا نشوف الطريقه. قبل ما نمشي بفكركم بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس. يلا بينا. انا عندي اللحمه اهي بتاعتي زي ما قلنا، دي كيلو ونص. هنزل عليها بالبصل لما مبشور، بس خلي بالكم لو تلاحظوا انا عامله البصل حتت مش صغيره قوي، يعني مش ناعم زي البانيه، وفي نفس الوقت مش كبيره قوي. انا قصده ما نعموش قوي، قصده ما نعموش قوي عشان نحس بيه واحنا بناكل بعد ما يستوي، ما يبقاش مهري معانا. انزل بعد كده بالفلفل الاخضر بتاعي، برضو نفس التقطيعه الكبيره شويه. طبعا زي ما قلنا في ناس بتحب تحط فلفل الوان، في ناس تحب بقدونس، زي ما تحبوا، يعني دي حاجه بتاعتكم حسب ما كل واحد عايز ايه. بعد كده هنزل بكل التوابل بتاعتي دي. ادي تقليبه الاول، كده انا قلبت الخليط كله عندي اهو. انزل بالليه بتاعتي بقى، عايزه اقول لكم حاجه بخصوص الليه. في ناس بتحب تعمل الحواوشي يعني تعجنه من غير الليه وبعدين تحط على الرغيف من بره تكون مسيحه وتحط. انا بصراحه بحب اعجنه كله في بعضه عشان يبقى داخله جوه اللحمه كلها ويديها طعم جميل زي الجاهز بالظبط بتاع بره. ولما باجي اعمل في العيش في الورق الفويل بحط سنه سمنه بلدي كده على الرغيف. هنشوف مع بعض برضو. فكركم تاني باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس، رايكم بيفرق معايا جدا وتدعيمكم ليا بيفرق جدا جدا. ده كده بقى الشكل النهائي بتاعي زي ما احنا شايفين. وزي ما قلنا لو عايزين نحط فلفل الوان بقدونس اي حاجه زي ما احنا عايزين، تمام. احنا كده سايباها حوالي تلت ساعه. طبعا لو انا عملتها وعايزه اسويها بعد 4-5 ساعات هيبقى برضو حاجه كويسه، اغطيها واحطها في الثلاجه. بس الحواوشي ما بيحتاجش ان هو يعني يقعد فتره في التتبيله يعني، وانا متبلاه كويس. طبعا ما حطيتش شطه لو تلاحظوا عشان الولاد عندي، لكن الطبيعي لا، لو بنعملها لينا احنا الكبار هنحط شطه هتبقى طعمها تحفه اكتر طبعا. انا دلوقتي قطعت الورق الفويل، هجيبه لكم دلوقتي نشوفه. جهزت الورق بتاعي. طبعا في طريقتين لسوى الحواوشي، اما على البوتاجاز من فوق اما في الفرن. انا بحب اسويه في الفرن، فبقطع الورق الفويل بتاعي ومجهزه العيش البلدي بتاعي ومفتحاه. هنشوف دلوقتي احنا بنحشي، تمام. وجهزت السمنه عندي، سيحتها السمنه البلدي بتاعتي عشان انا بحب ادي على وش الرغيف كده سنه قبل ما اقفل بالفرن. في الوقت ده كله انا ظابطه الفرن مشغلاها على 240 ليها 10 دقايق، يعني من ساعه ما عملت الخلطه بتاعتي وسبتها شغلت الفرن عشان تبقى سخنه معايا. واحنا بنحطه في الفرن نخلي بالنا ان احنا هنشغل ونحطه بطريقه معينه، وبعد ربع ساعه هنقلب الورقه الناحيه التانية. في ناس ما بتعملش دوا، مش مشكله، بس انا بحس اني انا كده ببقى حاسه ان العيش من الناحيتين اتخدم حلو واستوى كويس. يعني هي الموضوع كله نص ساعه في الفرن، ربع ساعه والناحيه التانية نقلبها ربع ساعه التانية. يلا بينا. فكركم اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. انا هبدا اخد في الرغيف بتاعي
بصوا بقى في حته مهمه قوي، انا طبعا لابسه جوانتي فانا هتعامل عشان احس اللحمه عندي في توزيعها. لو ناخد بالنا انا لازم ادخل لجوه قوي على الجوانب، لان لما اللحمه بتستوي بتبدا تدخل تكش لجوه عن الرغيف، فبتلاقي الاطراف كلها ناشفه وفاضيه، فانا ابدا اجيبها على الجوانب كلها. دي اول تركه في الحشو عندي. التركه التانية اني وانا بحشي نخلي بالنا، انا لا عايزاها تخينه قوي عشان ما تبقاش مش مستويه كويس او لحمه كتيره، ولا عايزاها رقيقه قوي عشان ما احسش ان انا باكل عيش ناشف. فلو تلاحظوا هتلاقوا ان انا يا دوبك العيش متغطي بشكل كويس، لا هي تخينه ولا رقيقه. اعمل كده انا عندي كله اهو اتخدم كويس قوي قوي قوي. ابدا اجيب رشه السمنه بتاعتي. طبعا في ناس تبقى بتقول كفايه ليا، فلا مش هحط سمنه على الوش، كل ده اختياري بالنسبه لكل واحد حسب ما يحب. هقوم عامله الفويل بتاعي كده، ونركز كويس قوي لما بعمل كده. انا هبقى عارفه اني هحط الرغيف في الاول ربع ساعه بالوضع ده، كله يبقى بالوضع ده عشان لما اجي اقلب بعد كده ابقى عارفه ان كله يبقى بالوضع ده، فبثبت الوضع بتاعي. يلا بينا نكمل. وفي حاجه عايزه اقول لكم عليها، لو تفتكروا في اول الفيديو كان من ضمن الحاجات الجبنه الرومي المبشوره. هنعمل رغيف كده بالجبنه الرومي وتشوفوا شكله وجمال شكله، طبعا طعمه وهمي، فانا بعمل شويه كده وشويه كده عشان الولاد. نجيب التاني نفس الكلام. طبعا لو زاد بشيل منه، لو قل بزود تاني. انا بحب اجيب العيش الصغير دوت، ممكن لو مفيش غير العيش الكبير عندك، طبعا بحب اجيبه صغير وفاتح. لو مفيش غير الكبير بجيبه واقسمه نصين عشان يستوي كويس يبقى سهل في الاكل بعد كده. هذا الشكل. انا ليه بعمل الحركه دي؟ عشان لو في حته تخينه فيها لحمه كتيره احسها فاطلعها بره. ده برضه اهو احط له سنه السمنه بتاعتي، احط في النص كده. طريقه اللفه دي حلوه عشان مش بتدخل اي هوا ينشف العيش او تحروقه او كده. ده بقى كده هنجيبه نعمله بالجبنه الرومي اللي قلتلكوا عليها. واو، تخيلوا دي بقى لما تدخل الفرن ويستوي هيبقى طالع عامل ازاي. برضو حته السمنه بتاعتي نقفل عليه كويس قوي. لازم اتاكد ان اتقفل عليه كويس. ده كده اللي بالجبنه الرومي. ده كده خلاص اتلف. اما ندخله الفرن هندخله، انا قصدي احط دول بالعكس عشان دول اللي فيهم الجبنه، عشان نشوف برضو شكلهم يبقى تحفه ازاي. هندخلهم ربع ساعه زي ما قلنا، وبعد كده نقلبهم ناحيه تانية ربع ساعه تاني. انا ظبطاها على 240. يلا بينا، ولايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس قبل ما ندخلهم الفرن. ده كده الشكل بتاعي النهائي بعد ما استوى الحواوشي. هنطلع واحد من اللي هو الساده يعني شايفين كده. عايزه اقول لكم ريحته وهميه تجنن. نطلع بس عشان اقطعه نصين عشان نشوف الجمال. طبعا اللية والسمنه عاملين العيش دسم جدا ولازق في اللحمه زي ما انتم شايفين كده. طبعا في ناس لو حابه ان الوش يبقى محمص ممكن قوي ان هي تشغل عليه الشوايه كده من غير الورق الفويل، بس انا الولاد عندي بيحبوه طري. زي ما انتم شايفين ريحته وهميه، مش قادره اقول لكم. متنساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. ودلوقتي هوريكم التاني اللي بالجبنه الرومي. طبعا لو انت عندك جبنه موتزاريلا اهو شايفين الجمال. الجبنه الموتزاريلا بتدي نتيجه اكتر في السيحان طبعا. يعني مش عايزه اقول لكم احلى 100 مره من الجاهز، وطبعا مضمون اكتر وبيدي كميه اكتر. الف هنا وشفا ليكم. مستنيه تعليقاتكم واقتراحاتكم ورايكم. ما ننساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. الف هنا وشفا ليكم.